منور تبدأ في حب زوجها أدار وكنان، ومنور في مركز الشرطة. أهلا بكم في قناة ألمنترك شو فيديو جديد عن مسلسل السوق. للتفاصيل تابعوا معي الفيديو للآخر، وما تنسوش اللايك دعما لي والاشتراك في القناة علشان يصلكم كل جديد. الحلقة الثالثة من مسلسل السوق تعتبر أقل من الحلقتين اللي فاتوا، ولكن بردة كانت ممتعة وجميلة جدا. الأحداث فيها كانت شوية بطيئة، ومجرد تفاصيل لحاجات إحنا بالفعل عرفناها من أول حلقتين، ومفيش أي جديد يذكر ولا تقدم في الأحداث، ولذلك نسبة المشاهدة انخفضت، وكمان بعض المتابعين غضبوا من الأحداث وعدم وجود أي ترابط بين البطل والبطلة الأساسيين، يعني منور وكنان. ولكن طبيعي إن علاقة كنان ومنور تفضل متوترة لفترة، ومش طبيعي إنهم يحبوا بعض فجأة ولا يرتاحوا لبعض، وحتى دي هيأخذ وقت كتير لسه. وحسب التسريبات كان في تصوير في مركز الشرطة لمشهد بيجمع كلا من منور وكنان وأحصين، ودي صورة من الكواليس بتجمعهم مع بعض. في نهاية الحلقة بنشوف منور مع كنان وجني، وواضح إنها بتتأثر من حركات أدار وهو ماسك السلاح، وبتطلب من الجميع يذهبوا، وبتذهب مع أدار بمفردها، وأخواتها كمان بيمشوا. هدف منور من الذهاب بمفردها مع أدار هو حماية الكل، لأنها عارفة إن أدار مش هيعمل لا في نفسه ولا فيها حاجة. ولما بيوصلوا لبنزينة، منور بتهرب من أدار لأنها اطمأنت إنه مش هيؤذي نفسه، واطمأنت برضة على إخواتها وإنه مش هيؤذيهم. منور بتذهب لمنزل أحصين، وإدار بيذهب خلفها، ولكن زي ما قلت لكم قبل كده، أدار وقع في عشق منور، ولذلك بيحاول يتغير في طريقته ومعاملته معها، ويكون نسخة أفضل وألطف. أدار بيذهب لمنزل أحصين أكثر من مرة، وبيتكلم معها، وبيتكلم مع منور بطريقة كويسة، وبيقول إنه هيعطيها وقتها، وإنه هينتظرها دايما لحد ما ترضى عنه وترجع له، وكمان بيعطيها ورد. وطبعا بعيدا عن أي شيء حصل، منور أول مرة تلاقي حب واهتمام بالطريقة دي من حد، ولذلك طبيعي جدا تتأثر بالجانب الحلو دائما أدار. أما أحصين فبتستمر في تهديد شفيق بالصور اللي معها، وبتنجح في إنها تاخد منه عقد عمل لمنور كممثلة. وبالنسبة لآس أخت كنان، بعد فتحها أمامهم بتلاقي اهتمام وحب كبير من شفيق، لأنه بيتأثر بحالتها، وفي أثناء ما شفيق بيحاول يمارس لها الأبوة والأخوة، آس بتطلب منه شيء آخر، وبتطلب منه أنه يحبها، وتقصد طبعا إنها تدخل معه في علاقة، وهو بيتصدم، وأعتقد أنه بعد كده هيدرك إن آس محتاجة دعم خاص، ويجب أن تذهب لطبيب نفسي. ومرة ثانية علشان في ضجة من وقت نزول الحلقة الثالثة بالتحديد، إن المسلسل بعد عن القصة الأساسية، وهي دخول منور عالم التمثيل المقصود باسم المسلسل السوق. حيب أقول لكم إن ده مش صح، كل ده تمهيد للأحداث الجاية. ولو أدار هيعطي منور فرصة وهيحاول يحسن من طريقته معها لفترة، أعتقد أنه بمجرد ما يعرف أنها هتمثل تاني، هيرجع لشخصيته الأولى وهيعنفها من جديد. أنتم كمان شاركوني رأيكم في الأحداث، وتتوقعوا منور صدقت أدار ولا تمثل عليه لفترة علشان تحمي إخوتها منه لحد ما توصل لطريقة تنفصل به عنه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم ودمتم